هلا شباب، شلونكم؟ واهلا وسهلا بكم فيلم ستيشن. وياكم نور الدين صديقي مج والضيف علي، الضيف اللي احنا قاعدين ببيته نتصور. اوكي. اليوم حنسوي ريفيو على فيلم Guardians of the Galaxy Suicide Guardians of the Suicide Guardians of the Galaxy of the Galaxy Squad. احنا حنسوي ريفيو على Suicide Squad، الفيلم اللي نزل قبل كم يوم واللي هواي سمعتوا بيه. Is this the real life? Let me out of here, Donald, please. Is this just fantasy? Come on! Caught in a landslide. No escape from reality. احنا نقول يشبه بطولة ويل سميث، بطولة جارد ليتو، مارجو روبي، على ما بقينا منو حد بعد جاي. شامبي؟ جاي كورتني. جاي كورتني اي شامبي. هاي شو اسمها الموديل حلوة. الفيلن. انشانترس. اي واو اي واو الحرقة. anyway الفيلم باختصار هو ثالث فيلم من عالم دي سي الجديد. الجديد. اول فيلم كان مان اوف ستيل، باتمان في سوبرمان اللي ما حكينا به هوايه، وهسه سوسايد سكواد. اوكي. بهذا الفيلم يجمعون اشرار من عالم دي سي، يودوهم على فد مهمه اللي برايي كانت مهمه كل سخيفه، ما لاقيت لهم. ما لاقت لهم. هم اشرار من باتمان اكثر شيء. من عالم قسم من عندهم من عالم باتمان، بس الباقيين لا. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Too late. Open the gate. My time has come. Send shivers down my spine. Was this cheerleading trials? All the time. Hi boys. فيلم لطيف، انا تونست فيه، فيلم يونس مضوج خلاله، في هواية عيوب، اطلاقا مو مثالي. الفيلن كل ما اعترض على الفيلن. الفيلن انا اعتقد الطريقة اللي نفذوها بها سيئة اكثر مما الفكرة سيئة يعني. الاخراج كان مشكلة بيه بالفيلن خصوصا، وكشفت بسرعة. البيسنج مال الفيلم غريب نوعا ما. البيسنج، الاديتنج، يعني ما كان يعني اكو امور ردنا جوكر مثلا، يعني كنت اتمنى يسووا فد بيج ريفيل نوعا ما، هو راس سطر على بدايه الفيلم. والاديت مثل ما قلت، اكو لقطات اللي تطلع بالتريلرز، الاديت مالته بالتريلر احلى. يعني كان شوي على بالك بالاعلان سطل اكثر. بس جوكر، احنا طول بدنا نحكي على جوكر، نريد نحكي على نقطة إيجابية. خلينا نقول جوكر كان كلش حلو. أنا برأيي كان فد شيء جديد سووا، جارد ليتو اختار فد شخص، أسلوب جديد، ضحكة جديدة، كلها تاتوز من فوق لي جوا. بس بنفس الوقت ما كان، ما أدري، ما حسيته جوكر. حسيته جوكر؟ أنا بالنسبة لي اقتنعت به نوعا ما. حسيته مهرج بس مو جوكر. لا أنا حسيته بزنس مان. يعني لا بزنس مان بس يخوف. حسيت هيك مافيا بس يخوف. انا بالنسبه لي كان اعتراضي الوحيد على جوكر انه ماكو هوايه جوكر، انه مو كلش انفولد بالقصه ما هو جايبيكه، لانه يعني شخصيه مشهوره. بس يعني احسن اتجاه كان ممكن ياخذوه دي سي ورا مال هيث ليدجر، هو هذا بالنسبه لي. يعني اشوف يعني ما كان ممكن اي طريق ثاني احسن يروحون مختلف كليا عن ذاك الجوكر. كشخصيه هذا بزنس مان، وهذا في شيء بوزيتيف انه يكون مختلف تماما. اي بالضبط، هو دا اقولها يعني كلها نقاط ايجابيه. وبرنس كلش يعني ذاك اناركست، ذاك فوضى. الفرق هذا واضح. هذا عنده سياره اللامبورجيني وكلاب اونر وسامثينج، ذاك حرق الفلوس. نريد نرجع على الفيلم نفسه، مو كشخصيات الفيلم. شخصيات الفيلم انا حبيتهم كلهم بشكل عام، بس الفيلم اللي هم بيه ما حبيته. مو مكانهم، هذا مو مكانهم. يعني شنو الفيلم يعني اكو كانت هوايه اغاني، كل شوي تطلع لك اغنيه امينيم وما ادري كل لقطه يريدون يعني يخلوك انه انت لازم هسه انت تشعر بهاي الشعور، انت لازم هسه تكون متحمس لهم، انت هسه لازم تنقهر عليهم، بس باغنيه عبالك بيست اوف ذا بيست، ما شايف مال توب 20 جارديانز اوف ذا جالكسي. اي بس جارديانز عملوها هم من هالشكل، بس ذاك بطريقه ذكيه ان انا بس استخدام الاغاني جارديانز كان احسن اذكى. انا اشوف مثل ما قال علي بالبدايه، ما ادري بهاي الاديت لو ذيك القصه ما ادري، بس احنا هواي خلال الفيلم قارناه بالانيميشن مال سوسايد سكواد المشهور اللي هو اسولت اند اركم. اسولت اند اركم البلوت مال ذاك هواي احلى من البلوت مال هذا. المشكله بهذا انه
جمعوهم هم الاشرار بطريقه حلوه بس دزهم مش النيل مهمه مال الابطال اللي هو المفروض زي سوبرمان او باتمان او جاستس ليج بالضبط بينما باسولت اركم او بشكل عام هم سوسايد سكواد المفروض يروحون مهمات سريه خلينا نقول مهمات قذره هو حتى بالكوميكس يعني مثلا مو انقاذ العالم هذا البلوت شو وقت يجوزون منه وحش وسي جي مونستر وليزر لسه لازم يجوزون منه لا هو شوف هو حتى بالكوميكس دائما مثل ما قاعد تقول انت سوسايد سكواد يدزون المهمات ماكو هاي مال بلاك اوبس مثلا اغتيال رئيس يجيبون معلومات من مخابرات دولة فلانية ماكو او اغتيال شخصيات مهمة يعني على قدهم يعني الاكشن يعني كان زين بس ما كان اي شيء مميز ما كان اي شيء تطلع وتتذكر تقول هاي اللقطه انا لاحظت شغله على الاقل الاكشن بالنسبه لي ذات ماتر انه الاركات المهمه الاركات ويا الاعداء مو انه هم يعني الفن التصوير مال لقطات الاكشن الكاميرا كلش كانت قريبه عليهم يعني انت من يضرب طلقات او وات ايفر اي يعني الكاميرا كلش قريبه فما تحس انه يعني ايش قد كبيره هاي العركه وايش قد راح تاثر واجين خلينا نقول الوحوش او الناس اللي يحاربوهم يعني كل شيء اكسبندبل يعني عادي هو شوف عليهم. بس تعرف شغله اول شيء انا اختلف وياكم بالراي من ناحيه الاكشن شوي يعني صغير او مو بالمستوى المطلوب. انا بالنسبه لي حبيت الاكشن اللي فيها ومن دون ما احرق في الشغله اكو لقطه مال ديد شوت بالفيلم كلش فيكه اي صح كانت هاي اللقطه كانت كلش فيكه الاكشن فيها. وبالنسبه للاعداء اللي هذول الاكسبندبلز اللي تقولون عليهم كان لازم يخلون اكسبندبلز لانه اذا ما خالين هذولي وناس عاديين كانوا جايبين مثلا او فشي كان راح تشوف دمايه كان راح تشوف تقطيع تذبيح كان كلش جوري راح يصير ما راح يلوق للريتنج مال هذا الفيلم هسه ما راح تضبط عليه. بس ما حكيت على ديد شوت كان حلو الفيلم كلش وهارلي كوين ما كانت زينه انا مو كلش حبيتها انا اعرف البقيه حبوها اكثر مني. دقيقه اذا اكو واحد منكم كان شايف الانيميتد تي في شو اللي ابو 93 الكرتون مال باتمان هارلي كوين ترى نسخه عن اللي بالكرتون نسخه عنها كلش قريبه منها. وانا برايي مو يعني ويمكن يوافقني الراي اللي يبيع جو ما ادري ثلاثه ما ادري يبيع مو برايي مو فد فكره يعني مو فد شيء الا يترجم 100% من الكرتون الفيلم. لا انا حسيتها تمثل يعني بالكرتون انت ممكن مو انت بيست على شنو هسه الشخصيات الباقيه بيست على الكرتون اي لانه هذا يكون مو مشتغل بس بالكرتون كشكل حقيقي ما حسيتها يا جماعه يا واحد بس جوكر وهارلي بدنا نحكي بيهم علاقتهم اي الكيمستري بيناتهم كانت كلش حلوه تختلف شويه عن باقي الكوميكس والانيميشن بس حلوه كانت اي حلوه كانت المهم احنا وايد طولنا نوصل للريت قد طياري يستاهل 7 من 10 اني 5.5 من 10 كلش قليل انت بنطيله يلا نمسكم 6 وربع 6 وهارلي كوين صغيرون بس بصوره عامه الفيلم يونس يعني اللي حيروح يشوف اللي يريد يروح يشوف فيلم بس هيك مال تاكل شاميه انت قاعد تتفرج قدام السينما اعتقد انه راح يتونس فيه يعني ما راح يضيع وقت. شوفوا 2 دي تشوفوا 3 دي اي ماكو داعي ما له داعي على 3 دي لا احلى بال 2 دي حتى مو بس اي ممكن اي صح. anyway اذا عندكم وقت تروحون شوفوا احنا بالنسبه لنا يعني كنا كلش متحمسين وكان اقل مما احنا توقعناه بس يعني تونسنا بيه كفيلم عادي وبيه هوايه شغلات تطلع لك على المستقبل افلام دي سي يونيفرس. اي لقطه صارت يعني راح تصير اكسايتد اكثر على بي بوست كريدت سين. اي انتظروا مو الاخير بنص من نص الفيلم لا تقوموا يسوى. anyway نشوفكم على الحلقه الجايه شي بعد تصبحون على خير. صباح الخير الى اللقاء باي. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters.